تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم فيديو جديد كما عودناكم. اهلا ومرحبا بكم بكل المتتبعين داخل الوطن وخارج الوطن، وبالخصوص اللي متبعين القضية ديال المنطقة المغاربية. المهم الخوت، اليوم عندنا اخبار بخصوص عندنا اخبار، ماشي خبر واحد ماشي جوج. المهم عندنا الخبر الاول وهو ماكرون الرئيس الفرنسي والبرلمان الاوروبي اللي راكم عرفتو كان داير ضجة على المغرب، مروكو قايت قطر، الرشوة كذا، وهداك الشيء ما كاين منه والو كما عرفت. وهداك الشيء عا باش يعرقلوا المغرب على المصالح ديالو. ماكرون لقاو خدا دعم من عند سيف الاسلام القذافي في الولايه الاولى ديالو باش مول الانتخابات ديالو. خدا تمويل من سيف الاسلام القذافي. وسيف الاسلام القذافي راكم عارفين محكوم عليه من المحكمه الجنائيه الدوليه بالاعدام. وهذا الشيء شكون اللي تدخل بين ماكرون وبين سيف الدين الاسلام القذافي؟ وهما الكابرانات. هاد المعلومه هادي ولا هاد الخبر خرجوا دبلوماسي روسي، هو اللي خرج هاد الورقه وكاينه بالصوره وبالصوت. وشكون اللي دار؟ يمكن لكم الا بغيتوا هذا حنا ما كنظلموش لا الكابرانات ولا حنا اللي دار حاجه زوين نقولوا واللي دار خايب نقولوا. هذا دبلوماسي روسي اللي خرج هذا الشيء. لما خرجوا القناه الجزيره. قناه ديال الجزيره كما كتعرفوا كدير واحد برنامج ديال مخافيه اعظم. هذاك البرنامج هو اللي جاب هاد التمويل ديال سيف الاسلام القذافي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون. وإلا رجعتوا هذه هي الهضره اللي غنرجعوا ليها ديال السفير اللي كان عند الكابرانات اللي قال لهم انهيار الجمهوريه الفرنسيه الخامسه الا بقات غاديه مع الكابرانات. وها هو هذا الشيء هو اللي كنوصلوا ليه، هذا الشيء هو اللي كاين. المهم عندنا خبر اخر ولكن بعد الفاصل وغنرجع. الخبر الثاني هو الكابرانات، النظام ديال شنقريحة الكوري، الزريبة ديال شنقريحة ولاو سادين على الناس اللي في المخيمات. وهذا الشيء كاين موثق بلا واحد الدري عنده 27 عام اللي كان غادي خارج وطلق عليه الجيش ديال الكابرانات النار. هو ما ماتش وداوه للسبيطار المستشفى كاين في تيندو، في هذاك المستشفى اللي هو اللي كان شحال هادي كي مثلا ملي كانت ديك الوقيته في التسعينات، وهذا كان الحرب البوليزاريو، وكان هذا وليد يمشي مثلا مضروب لصبعو ولا مضروب ليدو كيدخلوه شويه كيخرجوا يقولوا الوالدي راه مات، او دري مضروب لصبعو غيدخل غيموت. ما يمكنش. شي واحد شي مره جاب ولدو وقالوا ليه واحد شويه وما يخرجوا قالوا ليه ولدك توفى. السيد دفع الباب ودخل لقاوهم شادين الدري داو ليه اعضاء ديالو فاتحينو وداو ليه الاعضاء ديالو. بخصوص هاد السيد هذا اللي هاد الشخص اللي عنده 27 عام، الاخت ديالو هي اللي كتهضر، هي اللي كتقول هادشي. الاوديو راه كاين،
الا قالوا الكابرانات شي حاجه نجيبوا لهم. اوديو كاين بلا داو للسبيطار وحيدوا ليه الاعضاء ديالو. هاد السيد هذا هاد الشيء هيمتى، هاد الشيء راه شي يومين دابا ولا 3 ايام باش وقع هاد الشيء. يلا شوف هاد الناس وهاد الشيء خاصنا، هاد الشيء خاصو يتحط في المحكمة الجنائية الدولية. راه شفتو دابا بوتين شنو واقع ليه. بوتين راه دابا راه تقيد كما كتعرفوا. بوتين وتبون راه كان غادي، واشنو دابا ما غيمشيش وما يمكنش. والسيدة ديال روسيا جابت ليه الدعوة وراه يلا كانت. وشو سبحان الله الكابرانات باش تعرفوا من ساخيط اللي جا عندهم. جات هذيك الدبلوماسيه الروسيه جابت ليهم، جابت لتبون باش يمشي لروسيا، جابت ليه الدعوه. هي رجعت المحكمه الجنائيه خرجت اعتقال بوتين. وشوف هاد الناس هادو راه الكابرانات راه طريقهم كحله، راه ما تصبحش عليهم. وهاد القضية هادي ديال المخيمات خاصها تحط في المحكمة الجنائية الدولية باش تشوف هادشي. هي والأطفال اللي كانوا يبيعوا لشنقريحة، راه عرفتي شحال 30,000 طفل اللي باعوا لشنقريحة كلها وفين صيفطها. يلا وشوف هاد الناس هادو. المهم عندنا أخبار أخرى بعد الفاصل ونتلاقاو. السلام عليكم. عدنا من جديد الخبر الثاني، وهي السيارات اللي جابوا الجزائريين. واش شفتوا السيارات اللي جابوا الجزائريين؟ فيات 500. وكي غيديروا هاد الناس ولا كانت عائله فيات 500 راه كتهز 2 بلايص. ما يمكنش لك تهز 3 ولا 4 ولا 2 بلايص اللي كتهز فيات 500. واش 60 عام هادي ديال الاستقلال يلاه جبتوا الجزائريين فيات 500 وجيبوا لهم الايردوز بعدا والايركات بعدا كتهز 4 البلايص. كي غيدير الجزائري مسكين غيتخشف فيات 500 في هاد الصهد هذا ودايرين عليهم حيحه. فيات 500 حنا عندنا كياخذوها عاد الدراري لي جون. لا بغى راكم عارفين لي جون كيكون بو صاحبو ولا هو، راكم عارفين لي جون هما اللي اما عائلات ما يمكنش غتخدم لي فيات 500. واش هادشي اللي قدرتوا ديروا للجزائريين؟ وفين شنقريحه وفين تبون؟ حنا قوه عظمى حنا كذا. فين جات القوه العظمى؟ ما شفنا منا والو، ما شفنا والو من هاد القوه العظمى. واش غادي نقول لكم؟ والله الا خرجتوا على الجزائريين مساكن والله الا كيبقاو فينا، والله الا كيبقاو فينا. حنا راه الشعب الجزائري عزيز علينا الصراحه، والله الا عزيز علينا بالله. ما عندنا معاه حتى مشكل، حنا ما كرهناش تكون خيرنا خيركم وخيركم خيرنا. ولكن نظام اللي جا في هاد الدول المغربيه جرثومه ديال الاستعمار خلاها لينا باش كتعمل على التشتيت ديال الوحده المغاربيه. علاش جلاله الملك مد يدو تاعيا ليهم؟ ولكن ما ملي كيمد يدو باش كيردوا هما بالمعيور. وبهذا حين النظام العسكري الجزائري ابنى حكم ديالو الجزائريين بالعداء المغربي. نهار يتصالح مع المغرب سالا هو. هذا هو المشكل اللي كاين، هذا هو المشكل اللي كاين بين الكابرانات وبين المغرب. المهم كان هذا هو الفيديو. ما تنساوش دعموا القناة، هذا فضلا وليس امرا. ونتلاقاو في فيديو جديد واخبار جديدة ان شاء الله.